دابا حنا كنطلبوا الشتاء ياك، كنقول يا ربي تعطينا الشتاء. تحقيق الاستجابه يتوقف على الاستقامه. ياك الجوامع كلهم كيقولوا اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك. الله تعالى ما كيخيبش، غادي ينزل الشتاء وغتنزل كثيره، لان غيجمع لك سيدي ربي الرابي الكامل. لان الله تعالى خصكم تعقلوا على هذه المساله، كنقولها دائما، الشيء اللي كيكون الجفاف سيدي ربي اخذ على نفسه انه لا يخلف الميعاد. كيعطيك واحد مثلا 1 مليار طن في العام ديال الماء، في العام كيفرقوا على العام كامل على فصل الشتاء، وكينزل ماء ثجاجه متفرغ مزيان. الى جا الجفاف كيعطي لك في الاخر كامل، لان خصو ديك المليار ديك تاخذها، ما يمكنش ما تاخذهاش، ولكن كتنزل مره واحده كتولي فيضان، لان غادي ينزل سيدي ربي ما يخلفش الميعاد. اما ينزل في الاول من كيقسمها على جوج، ينزل في الاول فيضان وينزل الثاني فيضان، المهم ما كثير يعمروا السدود ويعمروا كذا ويدي حب وتبل. علاش؟ لان احنا ملي عوجنا حتى الماء عوج ولا كينزل العوج، كنت قادين غينزل في الوقت ديالو. ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، مشكله. ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الماء كيولي بركه، اللي نزلت فيه تكفي، ولكن الا عواجو ما كيبقاش الماء بركه، كيولي الماء فيضان.